انت بتعمل ايه يا راجل يا خربان؟ انت بترقص كوكواوا؟ دمراني. ايوه دمراني يا راجل يا هزء. هزء ما انت عارف يا دمراني، عارف ان الاغنية بتاعت كوكو واوا دي الاغنية المفضلة عندي. ايوه انا عارف حاكم. انت لما بتحن للماضي بتسمعها، حاكم بتفكرك بالفراخ اللي كنت بتسرقها زمان. فاكر ولا نسيت يا عبد المؤنس؟ بصروا، انا جاي لك النهارده عشان اقول لك ان الواد عصفور ركب الحلزون. عصفور مين؟ انت نسيت ولا كوكو واوا كلت دماغك؟ الواد عصفور اللي طيرناه وخدنا منه القرشينات والجراطين يا دمراني. جراطين ايه يا ابو المخامير؟ احنا متفقين على القرشينات بقى. احنا اتفقنا اننا نقسم يا دمراني، ما اتفقناش نلعب من ورا بعض. ومن يوم ما اعتزلنا مهنة السرقة واحنا اتعاهدني وتوعدني اننا مفيش حد يخون التاني. حتى الخيانة دي حرام يا دمراني، واحنا مش بتوع الحرام. احنا مش حرامية يا دمراني، احنا مسفراتين. تقصد ايه يا عبد المؤنس؟ انت بتشكك في اخلاقي؟ لا سمح الله، انا لا يمكن اشكك في اخلاقك. انت مش حرام، انت نصاب وعاوز تنصب على نصاب زيك، لكن ما قلتش انك حرامي. ايوه تعدل كده يا ابو المخامير. عجب قلته ابو المخامير، يعني مفيش حاجة تعدي من على ابو المخاميخ الا لما لازم المخمات. والقرشينات اللي احنا هفيناهم من الواد عصفور اتقاسمنا فيهم، لسه بقى الجراطين نتجاسم. مش هي دي الاصول برضو يا دمراني؟ اصول ايه يا ابو المخامير؟ احنا اتفقنا على القرشينات وبس، لكن الجراطين كانوا بره اللعب. هو انتم عيبكم كده يبقى معاكم القرشينات وتبصوا للجراطين. ثم انا مش جاي لك عشان كده، انا جاي لك عشان اشكي لك همي، جاي اشكي لك من قله الشغل يا ابو المخابير. ما بقيناش عارفين نشتغل. قلة الشغل ولا قلة المخ يا دمراني؟ عشان عاوز تشتغل لوحدك من غير ابو المخامير. هو انت كده دايما ظالمني زي الواد عصفور، ما هو ظالمني كده برضه. عصفور مين؟ عصفور اللي ركبناه الحلزوني ورجع من الصحر. رجع ازاي يا دمراني؟ هو احنا مش اتفقنا مع السواق انه ينزله في الصحر؟ يبقى ايه اللي رجعهم يا دمران؟ حظنا المنيل لعبد المؤمن. بس خلاص ما تشيلش هم الواد عصفور ده تاني. اصل الواد عصفور اتهبش في دماغه. القرشينات والجراطين اللي هبشناهم منه انه بقى بيمشي في الشارع يكلم روحه. والبت بهانة اللي هو بيحبيه لما عرفت انه ما بقاش معاه لا قرشينات ولا جراطين وافقت انها تتجوز واحد تاني. ومن يوميه وهو رايح جاي على دوار العمدة. بس انا قلت له خلاص انت مالكش حاجة عندي، انت كنت عاوز تسافر وانا سفرتك، يبقى كده خلصين. يعني كده عصفور خلاص يا دمراني ولا ايه؟ ايوه يا ابو المخامير، حاكم الواد عصفور ده بني ادم طماع، عاوز كل حاجة بالسهل من غير ما يتعب، ودايما باصص لرزق غيره. من يوم ما راح للعمدة واشتكاني وانا خلاص ما بقتش بشوفه ولا عاوز اشوف سحنته تاني. طب والعمدي؟ ما انت عارف العمدي ما بيسكتش الا لما بتديله. حاكم عمدة الكفر بتاعنا ده يظهر قدام الناس انه بتاع ربنا وبيعمل خير، وهو اكتر واحد بمص دم الغلابة. عشان كده انت زعلان ومهموم يا دمراني؟ ايوه يا ابو المخمخ انا زعلان وبزعل قوي لما بمشي في الشارع والاقي الناس مكشره. ببقى نفسي الناس تضحك وتبقى مبسوطه وفرحانه. الناس معذوره يا دمران، يعني هي الناس لقيت حاجه تبسطهم ولا تفرحهم وما ظهرتش الفرحه على وشوشهم؟ لا يا استاذ عبد المؤنس، لا، الحكايه مش كده خالص. الناس هنا في الكفر طول عمرهم عايشين في ضنك وقاعد على دماغهم عمده ظالم، كل اللي في دماغه ان يلم القرشينات ويفضل قاعد متربع. الناس قبل كده ما كانوش يعرفوا كآبة، لكن الايام دي زي ما يكون الكآبة اتفرضت عليهم. وانت بقى شايل هم الناس يا دمراني؟ انا زعلان عليهم يا ابو المخامير، زعلان قوي. ولما انت زعلان عليهم يا دمران بتسرقهم وتنصب عليهم ليه وتشركني معاك في الاعمال الاجراميه دي ليه؟
انا ما بسرقهمش يا ابو المخاميخ، انا باخد منهم القرشينات بتاعتهم بشيلها لهم على جنب احسن ما العمده يسرقوا وتسفرهم المريخ، مش كده؟ مش دي فكرتك برضه يا ابو المخاميخ ولا ايه؟ ايوه فكرتي، بس احنا اتفقنا ان اللي نسفره ما يرجعش تاني عشان يجرسنا في الكفر ويقول علينا نصابين. واديك شفت اول شغلانه معاك فشلت يا دمران، والسبب انت. ما هو مش كل الناس عبيطه زي عصفور. بقول لك ايه يا ابو المخاميخ، انت تسيبك من المريخ دي وتشوف لنا كوكب قريب كده. يا دمران انت ما تعرفش قيمه المريخ ده، اصلك فجري زيك زي الواد اللي اسمه عصفور ده. الشغلانه دي لو كانت تمت والواد عصفور ما رجعش كنا سفرنا ناس تانية كتير وكنا لمينا قرشينات لما قلنا بس. ويا عالم يمكن مرة في مرة والكدبة تبقى حقيقي وإيلي مصر يفتح باب السفر للمريخ وابقى أنا أول واحد أسافر هناك وكلنا نسافر هناك في السماء. حاكم المريخ دي كوكب مميز عن جميع الكواكب وعن القمر وعن النجوم. ده حتى في ناس من سنين طويلة سافرت المريخ، وحتى بالأماري نسوا علبة السجاير الكليوباترا بتاعتهم هناك. سجاير كليوباترا؟ ايوه يا دمراني. زمان لما كان حد بيزهق من مصاريف العيال والنكد ووجع القلب وزيادة الأسعار كان يروح يقعد على القهوة يفك عن نفسه شوية، ولما يزهق قوي يسيب البلد يروح البندر ويشوف له شغلانة يجمع منها قرشين زيادة. ولما العملية تزيد والحبل يجرت على الرقبة يفكر في بلاد بره. لكن احنا الايام دي لا بقينا عارفين نسافر بلاد بره ولا نقعد في بلاد جوه. يبقى خلينا هنا مكان لا نروح ولا نيجي لحد ما الساعة تأذن ونروح المكان اللي لا فيه تجارة ولا ارتفاع أسعار ولا حد يتحكم فيه، المكان اللي فيه العدل وما يعرفش الظلم. وبنقص بقى من الحلزونة دي. وفين المكان ده يا دمران؟ القهر يا ابو المخاميخ. يا راجل انت كده دايما متشائم. وما تشائمش ليه يا ابو المخاميخ؟ ما انت شايف حال الدنيا عامل ازاي، شايف استغلال التجار وغلو الاسعار، واحنا بقى كحراميه ونصابين لازم ولابد نراعي حاله الناس، مش نبقى احنا والزمن عليهم. يبقى مش قدامنا غير هو حل واحد بس يا دمران. ويطلع بقى ايه هو الحل ده يا ابو المخاميخ؟